كما أحرزت الموسيقى تطورا ملحوظا سواء في عدد الآلات الموسيقية أم في تنوعها، الإلهية منها وغير الإلهية، أغاني العشق والملاحم. واستمر النثر الشعري بحضوره، وإن لم يكن بقدر ما كان عليه في عصر البطولات قبيل بناء مجتمع المدينة، مرحلة البربرية العليا. تأتي سبارتا في المرتبة الثانية بعد أثينا، حيث تتميز بمواظبتها على التقاليد الملكية القديمة بصرامة. وكانت النزعات والحروب مستمرة بينها وبين أثينا، كما ترك نموذج أثينا وسبارتا بصماته على جميع أنحاء شبه الجزيرة. فشهدت الأخيرة تطورا سريعا في توسع المدن، وعجت شبه الجزيرة والسواحل المقابلة لها بنفس النموذج، ثم تلتها سواحل البحر الأسود وبحر مرمرة في الانتقال إلى تأسيس المدن. فالتعداد السكاني الزائد والتجارة قد حفزا على بدء عصر استيطان جديد متطور جدا، لدرجة أن جميع سواحل وجزر البحر المتوسط تقريبا اكتظت بالمدن الاستيطانية، بل وبالإمكان العثور على الأحياء أو المدن الكولونيالية الإغريقية الطابع حتى في مصر أيضا. هذا وانطلقوا نحو مرسيليا جنوبي فرنسا ونحو حدود إسبانيا المطلة على شواطئ البحر المتوسط، ليؤسسوا هناك ما يشبه غرف التجارة التي تحولت فيما بعد إلى مدن، إلى جانب بروز المستوطنات في جنوب إيطاليا أيضا بنسبة مهمة، لتلوح وكأنها تتولى دور الفينيقيين في ذلك. لكن ورغم كل هذه التطورات العظيمة، ورغم تأسيس اتحادات المدن في شبه الجزيرة، إلا أنها لم تبلغ مستوى قوة إمبراطورية كتلك التي تمتعت بها الإمبراطورية البرسية أو الرومانية. وبحكم روح العصر آنذاك، فمن يعجز عن التحول إلى إمبراطورية كان عليه الدخول تحت حكم ونفوذ إمبراطوريات أخرى. أما حضارة شبه الجزيرة التي رادتها أثينا عام 340 قبل الميلاد، فتواجه خطر المقدونيين الذين ازداد شأنهم كملكية حديثة العهد في شمالها. هكذا فالمدنية الإغريقية القاصرة عن تصيير قدراتها وكفاءاتها الأيديولوجية والمادية العظمى نظاما سياسيا مركزيا يتخطى سقف المدائن، قد فقدت استقلالها الذي لن تسترده أبدا منذ عام 330 قبل الميلاد، بعد إبدائها مقاومات عدة في الحروب التي خاضتها، لتكتفي بالاستمرار في تحقيق ديمومتها إلى أمد طويل كمركز ثقافي جديد وحسب، مثلما كانت عليه حال بابل تماما. أما الضربة الأخيرة القاضية التي لحقت بديمقراطية أثينا كانت تلقت ضربات كاسحة في حروبها المريرة التي خاضتها قبل ذلك طيلة 30 عام مع ملكية سبارتا. فقد أتتها من الاتحادات المقدونية التي كانت شمس ملكيتها قد سطعت لتوها، ذلك أن فيليب وابنه الإسكندر المتطلعين إلى توطيد التماسك بين صفوف القبائل التي تحت إشرافهما، والتي تنحدر من الثقافة اليونانية وتتحدث لغة مختلفة وتشكل أنسابا مغايرة، ليجعلها اتحادا ملتئم الشمل، يظفران بنيل الاعتراف بنفوذيهما في جميع أرجاء شبه الجزيرة عام 359 قبل الميلاد. هذا الإسكندر الابن الذي مر بحياة غريبة الأطوار، بقي مدة طويلة تلميذا لأرسطو الذي ولد في مدينة قريبة من منطقة المقدونيين. يبدو أن التقارب بينهما تعدى حدود العلاقة بين التلميذ والمعلم، وفرار أرسطو من أثينا بعد موت الإسكندر دليل على ذلك، فقد لقن أرسطو الدروس للإسكندر في المدينة القائمة على شواطئ إيجا، وقام بإعداد ذهنه وتعبئته بالذخر الوافر من القيم الثقافية اليونانية وآلهتها الميثولوجية، في وقت كان نفوذ البرسيين في آخر محطاته. لم يكن ثمة سياسي يوناني يجهل غنى الإمبراطورية البرسية الذي يفتح الشهية ويشرح الصدور، لدرجة أن القضاء على البرسيين لحظة قبل أخرى غدا مسألة هوس شبيه بتلوي الإسلام وتحسره للقضاء على البيزنطيين. وقد تعشعش هذا الشعور في أفئدة جميع الجنود المتأهبين للهجوم والانقضاض، أي أن جيش الإسكندر لم يكن جيشا عبوديا تقليديا. من المهم الإدراك جيدا أن الإسكندر طمع بثقافة أثبتت جدارتها، وتطلع إلى غنى الشرق الزاخر، فتحرك برفقة الاتحادات الطوعية الجديدة المسماة كتائب فالنج بقيادة زعماء القبائل المتطلعة إلى الخروج لتوها من مرحلة البربرية. هكذا غزا الأراضي التي كان يطأها،
ليصل في نهاية المآل إلى سواحل نهر السند في بلاد الهند، مصطدما على التوالي مع كل من يواجهه، وخائضا حروبا ومعارك كثيرة أشهرها معركتا غرانيغوز وجغوروفا في بلاد الأناضول، ومعركة إيسوس شرقي البحر المتوسط، ومعركة أربيلة شمالي العراق. ولدى مسيره مجددا داخل أراضي جنوب إيران الكارثية اللعينة، وهو ما يزال في ربيعه 33، توافيه المنية في بابل التي كانت مركز العالم في عهدها لأسباب لا يزال الغموض يلفها، مخلفا وراءه أرضا مفتوحة تضاهي الإمبراطورية البرسية في سعتها. هذه المنطقة المنفتحة كليا على الثقافة اليونانية كانت قد شهدت التحضر قبل ذلك، إلا أن قوام مرتكزاتها الأيديولوجية والمادية كانت تمتد إلى الجيل الأول من العصر العبودي، في حين أن الثقافة اليونانية كانت تخطت ثقافة المدنية هذه منذ أمد بعيد. كانت يافعة تبشر بمستقبل واعد، وبالتالي قابلة للتطعيم. فكيفما قام الكهنة السومريون بتطعيم الثقافة النيولوتية لينشئوا منها أول ثقافة طبقية ومدنية ودولتية، كذلك كان أمر الثقافة اليونانية من حيث قدراتها على تطعيم الساحات الحضارية القديمة بالنضارة اليافعة، وإن لم يكن بنفس العمق السومري. هكذا تأسست العديد من الممالك في هذه الحقبة المسماة بالعهد الهيليني، الذي يخمن أنه دام بين سنوات 330 قبل الميلاد و250 ميلادي. وأبرز هذه الممالك البارزة حديثا هي مملكة بتولاما في مصر، وبركانيوس في الأناضول، وسلفاكوسيين في سوريا وميزوبوتاميا بعد هزيمة السلالة الأخمينية. انكبت سلالة البرثيين الحديثة العهد على ترميم الإمبراطورية الإيرانية ليمتد نفوذها في نفس المرحلة ويدوم حتى الفترة ما بين أعوام 250 قبل الميلاد و220 ميلادية، دون أن يسجل تجديدا يذكر. هذا العهد الهيليني الذي دام حوالي 500 سنة يجسد تركيبة جديدة فائقة الأهمية، خاصة من جهة إنشاء المدن الجديدة ومجمع آلهتها الذي يمثل ثقافة معقدة ومتعددة المشارب، وعلى رأسها الآلهة اليونانية والإيرانية، وكذلك باعتبار كون اللغة والثقافة اليونانية سادتا رسميا على طول تلك الأراضي الفسيحة. بل إن حياة الإسكندر نفسها كانت تعبر عن أطروحة شرقية غربية، فرغم أنها كانت تمثل جميعة من مجموع الثقافات التي كانت مهيمنة في تلك الأزمنة، إلا أن ذلك لم يكن ليفقدها أهميتها، لدرجة أن التاريخ لم يشهد بعدها تركيبة ثقافية جديدة بهذه العظمة حتى في راهننا.